السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعيني الكرام والناس اللي بتشوف قناتي لأول مرة. يا رب بتمنى كلكم تكونوا بخير. إن شاء الله احنا مكملين مع بعض، نعيش بأسلوب صحي، وبالتالي لازم وزننا يبقى مناسب لعمرنا ومناسب لطولنا ومناسب للحالة الصحية بتاعتنا. راجعوا محاضراتي بخصوص الوزن المثالي أو ازاي تخسي. راجعوا المحاضرات هتلاقوني متكلمة عن كل ده. النهاردة بضيف حاجات جديدة. أهم حاجة يا جماعة بالنسبة للناس اللي عندها مناطق، أو الناس اللي بيحصل لها ثبات في الوزن، أو الناس اللي هي خست ولكن في منطقة معينة مش بتخس. في عوامل كتير غير إن هو بيبقى فيه. اتكلمت قبل كده عن موضوع الضغط النفسي أو الاسترس، إن هو بيكون سبب إن في مناطق معينة بتفضل متراكم فيها الدهون. من الأسباب الفسيولوجية أو الأسباب الغذائية، إنه الدهون دي بتكون عنيدة. ليه عندها؟ ليه احنا قلنا في سبب اللي هو سبب الضغط النفسي أو الاسترس. في سبب تاني، سبب غذائي، إن هو إن أنا باكل بالزيت، باخد حاجات محمرة كتير، و... وبستهلك الزيوت زي زيت الذرة وزيت عباد الشمس وفول الصويا والزيوت دي كلها. طبعا انا مش من انصار ان مره واحده تغير نظامك او مره واحده تغير نظامك، ولكن الموضوع هيجي بالتدريج. اولا ان انا هبدا اتخلى عن اني هاكل الحاجات محمره، وهحاول أعملها بطريقة تانية صحية. فبالتالي هقلل استهلاكي للزيت، واحدة واحدة هخرج الزيت من نظامي الغذائي. لأن زي ما قلت لكم الزيت من سبب من ضمن الأسباب اللي بتخلي الدهون العنيدة، يعني ما بتنزلش، ما بتتحركش، بجانب الاسترس والضغط النفسي. كمان الزيوت دي بتسبب التهابات كتير زي التهاب المفاصل والتهاب الأعصاب، بتسبب التهابات كتير في الجسم، لأنها غنية بالأوميجا 6 وإحنا عايزين الأوميجا 3. يعني احنا ان شاء الله هنتكلم في المواضيع دي نقطة نقطة. اهم حاجة النهاردة ان انا بكلمكم، يعني كتير اقول لكم حياة صحية واسلوب صحي. طب يعني يا ستي، طب احنا ازاي؟ طب احنا يعني كل واحد يقول لك هي بتقول كلام ولكن الفعل صعب. ما حدش عايش عيشة حد. انا بحاول معاكم اهو نقطة نقطة. ان انا بقول لكم ان شاء الله هتتخلصوا من استخدام الزيت واحدة واحدة، ان احنا مش هناكل حاجات محمرة وهنبتدي ناكلها بطريقة صحية. اللي قدامكم ده كلنا عارفينه، هو القرنبيط. قرنبيط وردة ناعمة وخمس بيضات وخضرة وسمنة بلدي. بجانب طبعا ان انت هتحطي الملح، وهتحطي وليمون. يا جماعة الليمون اهو مع البيض اهو. بجانب ان انت هتحطي بقى مع الملح البهارات اللي انت عايزاها، ولكن انا مش يعني بنصح نصيحة ان انتم ما تحطوش بهارات بتفتح النفس قوي، بهارات او بتخليكم تسترسلوا في الاكل، عشان احنا اهم حاجة ان احنا ما بنزودش كمية الاكل. برضو احنا بناكل اكل صحي، وفي نفس الوقت انا مش عايزة ازود الكمية. يعني انا بظبط اكلي وبيبقى الاكل صحي، ولكن برضو الكمية بتأثر. فما تحطوش زي مثلا شطة. الشطة يعني بتخلي الواحد يسترسل في الأكل ويجر، يعني بيقولوا كده يجر رغيف ورا رغيف. ولكن احنا ايه بنحاول ان احنا ايه مع بعض بنخلي الوجبة صحية. فالقرنبيط طبعا احنا بنسلقه وبنحط في مية السليق كمون. والخضرة اهي خضرة مشكلة وبتغسليها وبتخرطيها ناعمة، وادي البيض، وادي حوالي 3 معالق كبيرة ردة، وادي السمنه. ده عشان ايه؟ اتغاضى عن ان انا هعمل الخلطه بتاعه القرنبيط بالدقيق والبيض والخضره، وبعدين بغطس القرنبيط فيها وبعدين بقليه في الزيت. لا، الطريقه دي بقى مختلفه. زي ما انتم شايفين القرنبيط اهو انا سلقاه. ان شاء الله هيتخرط القرنبيط ده قطع صغيره جدا. والبيض هي هن يعني هنفضيه في طبق ونعصر عليه نص الليمونة ده. انا يعني بنصحكم ان انتوا تجيبوا البيض اللي هو النباتي، عشان ما بيكونش فيه زفارة، وعشان بيكون غني بالاوميجا 3 ومش غني بالاوميجا 6. لان البيض النباتي الفراخ بتبقى متغذية على عليقة نباتية، ما بيبقاش فيها ال او عليها اورجانيك، يعني ما بيبقاش فيها. هي قصة تركيبة العليقة كده. المهم يعني ان البيض بيبقى نباتي، بيبقى اورجانيك، ما بيبقاش ريحته فيها زفارة، بجانب ان هو الصحي ان هو غني بالاوميجا 3 مش الاوميجا 6.
لو البيض العادي اللي هو مش نباتي بيبقى غني بالاوميجا 6. فنصيحة يعني، يبقى هاتوا اللي هو البيض اللي نباتي. الناس اللي هم عايشين في القرى او في الارياف او ممكن يجيبوا بيض بلدي، هاتوا بيض البلدي. نعصر برضو الليمونة عشان خاطر، نص ليمونة عشان خاطر برضو ايه يدي نكهة، وكده كده البيض بيبقى ليه ريحة معينة، فبنتغلب بالليمون على الريحة دي. انا بخرط القرنبيط ده قطع صغيرة جدا، وبعدين بعمل الخلطة ان انا بفضي البيض في طبق وبعصر عليه الليمون، وبحط طبعا ملح، وعايزة تحطي كمون حطي، وبتحطي عليه الثلاث معالق الردة الناعمة دي. ردة ناعمة يا جماعة، ما تزودوش عن 3 معالق، وعشان الناس اللي عندها حساسية او ربو على الصدر، ربو على الصدر بيبقى ايه الردة بتبقى صعبة معاهم شوية، فيعني خلوا الموضوع يعني اديكم ما شاء الله شايفين القرنبيط كتير اهو. حط 3 معالق بس ردة ناعمة والخضرة. فبعمل الخلطة بقى، افضي البيض وبعصر عليه الليمون وبحط الملح وبحط عليه 3 معالق الردة وبحط عليه الخضرة، وبكون انا مخرطة القرنبيط قطع صغيرة، وبعدين بحط الخلطة دي كلها على القرنبيط بعد ما يتقطع قطع صغيرة، وبعدين بحط معلقة السمنة البلدي او معلقتين بالكتير، عشان برضو ايه ما يبقاش زيادة ومدهنينة يعني، عشان الناس برضو اللي ايه اللي ممنوعة شوية من كتر الدهون في الأكل. وهي السمنة البلدي الصحية جدا طبعا، ولكن بنستخدمها بعقل. فإن شاء الله النهاردة قدمت لكم أكل للناس اللي هي الأكلة دي يا جماعة بتنفع للناس اللي بتحب القرنبيط جدا، بتنفع للناس اللي هي السيدات فوق ال45، لأن نباتات اللي هي العائلة الصليبية أو القرنبيط والكرنب بيبقى مهم ليهم جدا عشان بيديهم الأستروجين الصحي. برضو للناس اللي هي داخلة في الكيتو، برضو للناس اللي هي عندها الكوليسترول عالي، عشان احنا كده مش هنحمر وهيبقى كده الأكل صحي ما فيهوش كوليسترول نتيجة التحمير. يا رب إن شاء الله تجربوا الطريقة وتعجبكم، واكتبوا لي في التعليقات لقيتوا الطعم ايه. احنا بنسخن الفرن يعني بتاع 10 دقايق او 5 دقايق كده، وبعدين بتقومي حطاها وتسيبيه لحد ما بتحس ان هو ايه عمل كتلة كده زي البشاميل مع بعضه، بيتماسك يعني. وبعدين بعد ما بتحس ان هو استوى وانت بتشوفي الشكل يعني، بتشوفيه بعد كده بتطفي من تحت وتولعي الفرن من فوق عشان تحمري الوش. وانا ان شاء الله بعد ما اخلص هصور لكم شكل الصينيه ايه. ان شاء الله بقى استنوني لما اخلص، وبعدين احط لكم بعد ما اخلص.